احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده كده هنتكلم عن الملك، عن رجوع الروح، عن رجوع اهم ما في الدنيا، عن رجوع اهم ما في كرة القدم، عن رجوع رقم واحد في كرة القدم، عن رجوع رقم واحد في اي العاب، سواء كرة قدم، كرة سلة، يد، سباحة، اي حاجة. هو رقم واحد فيها وهو الجمهور. النهارده هنتكلم عن جمهور النادي الاهلي، وهنتكلم عن ماتش نادي الاهلي قصاد النادي الهلال السوداني اللي خلص لمصلحه النادي الاهلي بنتيجه 3-0، والنادي الاهلي يعدي دور المجموعات بشكل هايل، ووصل دور القادم في بطوله افريقيا. خليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده كان نتكلم عن ماتش الاهلي والهلال السوداني اللي خلص مصلحه نادي الاهلي 3-0، والنادي الاهلي قدر ينجح ويعدي دور المجموعات ويصعد للدور القادم في افريقيا. بس قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي وعن التشكيله وعن اي حاجه، حابب اشكر 50,000 راجل كانوا حاضرين النهارده في الاستاد. 50,000 راجل هم رقم واحد في اي حاجه. المكسب ده هو فيه عدة أسباب ليه. السبب رقم واحد ورقم 1 هو الجماهير. هما 50,000 متفرج اللي كانوا قاعدين النهارده، الرجالة اللي كانوا موجودين. عاش، بجد عاش. شكرا ليكم، بجد لازم أسقف لكم. انتوا رقم واحد في أي حاجة، انتوا رقم واحد في أي مكسب نادي الأهلي هيكسبه. انتوا رقم واحد. نسقف لكم تاني مرة. شكرا، بجد شكرا. خلينا نتكلم بقى عن النادي الأهلي داخل الملعب وكرويا. كولر بدأ التشكيلة بطريقة 4-2، 4-2-3-1، 4-2-3-1. بدأ بالشناوي حراس المرمى، عبد المنعم وربيعة في خط الدفاع، والباكات هاني ومعلول، وفي خط الوسط سولية ومروان عطية، وقصادهم قفشة وعبد القادر وتاو وكهربا. الشوط الاولاني بدا بضغط عالي جدا من كولر، ضغط شرس. قدر ينجح في الضغط ده بسبب ان هو كان عامل ثنائيه في خط الوسط، اللي هو الثنائيه ومروان عطيه بشكل ناجح جدا. مروان عطيه يا جدعان، وقلناها وافضل اعيد، هو تقريبا افضل لاعب موجود دلوقتي في الدوري المصري، او افضل لاعب جنسيه مصريه اساسا بيقدر يستعيد الكوره بشكل ايجابي جدا بدون ما يعمل فاولات. مروان عطيه عنده النقطه دي بشكل هايل جدا، فكان ناجح ان هو يقطع الكره ما تضيع من النادي الاهلي، قادر يستخلصها بسهوله جدا. هو لوحده قادر يعني. سيبك لو مش هتكلم بقيه اللعيبه، لا هنتكلم عليه هو. لا هو كان قادر يعمل الدور ده بشكل ناجح جدا وكبير جدا. فعاش مروان عطيه، فعاش. وركزوا معايا ان انا هتكلم عن اربع اسامي هتكلم عليهم بشكل ايجابي وبشكل سلبي. في انهم اتنين هتكلم عليهم بشكل سلبي، واثنين هتكلم عليهم بشكل ايجابي. فانت مروان عطيه من ضمن الناس اللي هتكلم عليك بشكل ايجابي، انت بجد كنت هايل. فكان كولر كان ناجح كان ناجح ان هو يعمل الضغط العالي الشرس بسبب الثنائيه بتاعت السوليه ومروان عطيه. شفنا جول اولاني من صناعه عبد القادر في الدقيقه 25، واللي سجل الجول كهربا، وانتهى الشوط الاولاني بنتيجه 1-0. تعالى كده يا عبد القادر، انت يا عبد القادر مش هتقعد الموسم اللي جاي مع نادي الاهلي دقيقه واحده لو فضلت بنفس المستوى. بطل اللي انت فيه، انت خليك لاعب جماعي، انت مهاري. محدش يختلف كده، انت مهاري. بس خليك لاعب جماعي. انت النهارده يا عبد القادر دخلت بكره جوه خط 18، عصبي كل اللي كانوا قاعدين. دخلت جوه خط 18 وخلاص، انت شويه شويه هتطلع بيها بره. انت ليه عايز تمرقص تاني؟ انت بتلف بضهرك عايز تمرقص مين؟ ما ترفع يا ابني، ما ترفع. غير كور كتير قوي، انت كل همك كان في الماتش النهارده يا اما تفلس، يا اما تدي شمسيه، يا اما تعدي من 5-6 وكده. انا باشا، انا ملك، انا بعدي، انا بمرقص. مش هتقعد في الاهلي دقيقه واحده الموسم اللي جاي لو فضلت بنفس المستوى ده. اسمعها مني، والله ما هتقعد في الاهلي دقيقه واحده. شفنا الشوط الاولاني انتهى بنتيجه 1-0 لجون كهربا بصناعه عبد القادر. الشوط الثاني بدا بشكل هايل جدا. شفنا التبديلات، شفنا الشحات نزل مكان عبد القادر، وشفنا حمدي فتحي نزل مكان قفشه. الشحات لما نزل اوبا في الدقيقه 65 كده، شفنا حته ثرو من معلم المعلمين بيرسيتاو. معلم المعلمين باشا البشوات بيرسيتاو. تعال كده تشوف الثرو العسل من بيرسيتاو. بص كده، المعلم ده
لو مش خبيث المعلم ده مش لاعب كوره فهمان وشواف، كان رمى الكوره قدام سيكا اوب وحط هو ارتو. لا بس ده خبيث كرويا، خبيث معلم كرويا. اوب عمل نفسه كده هو هيرمي او هيشوط، راح ارمي الكوره من بين اللاعبين، خلى الشحات ايه باشا هو والجون، والشحات ما خيبش ظنه ولسع الجون في الدقيقه 65. بس خلينا بس نتكلم في نقطه من عند كولر. الشوط الثاني كولر كان بادئ حابب ان هو إيه، ما هو مش هيلعب 90 دقيقه كلها ضغط. فشفنا النادي الهلال كان بيمسك كوره شويه، كان بيروح على الجون بتاع الشناوي شويه، شفنا خطوره شويه بس الخطوره كانت قليله جدا، ان هم برضو امكانياتهم ما كانتش عاليه جدا، او هم كانوا مش فاهم لهم حاجه، بس ما يقدروش يعملوا خطوره جامده جدا على النادي الاهلي. فبس كان كولر حابب يريح الضغط شويه، ما كانش عايز يضغط ال 90 دقيقه كلها، فكان بيقسم المباراه بشكل جيد. بس شفنا تألق من بيرسي تاو اخر فتره، البيرسي تاو هو متألق بجد مع النادي الاهلي. انت عملت زي مثيل كده شبيه لحمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي لما جه كان بيواجه ضغط شديد من جماهير نادي الزمالك، بس حاليا كل الجماهير بتهتف لحمزه المسلوسي. نفس الكلام عليك انت، لما جيت واجهت ضغط كبير من الاعلام ومن الجماهير كجماهير اهلي او زمالك، واجهت ضغط وتريقه، بدل ما بيقولوا عليك بيبسي كان قصدي بيرسي كان بيقولوا عليك بيبسي وتريقه. انت حاليا بتخلي الكل بيسقف لك، انت بتقدم مستويات رهيبه، وانا بجد متوقع ان انت كمان فتره هتخلي مستواك ده يوديك في حته تانية خالص، بجد بتقدم مستويات عاليه جدا يا بيرسي يا تاو. وبعد كده شفنا الجول الثاني للشحات برضه في الدقيقه 81، وخلص الماتش بنتيجه 3-0 لمصلحه النادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر يصعد للدور القادم في دوري ابطال افريقيا. هتقول لي طب انت ما حللتش كتير، انت ما فهمتناش ايه اللي حصل في الماتش. انا فاهمك حاجه واحده بس، الماتش ده النادي الاهلي كسبه مش عشان تكتيك، مش عشان حاجه. الماتش ده النادي الاهلي كسبه عشان كان في حاجه كده اسمها 50,000 مشجع او 50 راجل كانوا موجودين بجد، وصلوا الروح ومعنى تيشيرت نادي الاهلي للعيبه اللي كانت موجوده. يا باشا انت عارف انت بتلعب في ملعب فيه 50,000 واحد بيهتفوا لك، غير اللي بره قاعدين على الشاشات واللي مستنيينك تفرحهم. وعايز تقول لي تكتيك؟ يا عم ده انا هنزل اموت، هدافع وهاجم وهقف حارس مرمى، وبص هلعب باك وديفندر وهلعب. بأمانة، بأمانة الماتش ده كان ممكن كل يقول لهم بقول لكم ولا تكتيك ولا حاجة، ده في 50,000 واحد في الملعب قاعدين مستنيين المكسب، قاعدين مستنيين الفرحة. فأنا هتكلم تكتيك إيه؟ بجد تكتيك إيه؟ بس أنا عايز أشكر فيهم هو مروان عطية وبيرسي تاو. بجد انتوا هتنجحوا جدا مع النادي الأهلي بس لو فضلتوا بنفس مستواكم. قفشه وعبد القادر هتمشوا من النادي الاهلي الموسم الجاي، مش هتقعدوا دقيقه واحده لو فضلتوا بنفس مستواكم. ارجع لمستواك يا قفشه، انت كنت هايل جدا في 2019 2020، وكنت بتقدم مستويات كتيره جدا جامده جدا. فارجع لمستواك، انت لاعب جيد جدا. عبد القادر انت لغايه دلوقتي لاعب جيد جدا، مستواك حلو مش وحش، بس خليك لاعب جماعي، ما تكونش لاعب مهاري درجه يعني، ما تكونش اناني قوي. ليك لاعب جماعي، مرقص شويه وبازي. ليك لاعب جماعي، الكره اللي ينفع فيها مرقصه مرقص، الكره اللي ينفع فيها بازي بازي. خليك ذكي، ما تكونش غبي. وبس، والف الف مبروك للنادي الاهلي، والف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله تقدروا تاخدوا البطوله، واتمنى بجد من كل قلبي ان انتوا تاخدوا البطوله. بس يا معلم لو عجبك فيديو النهارده ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب. يلا سلام.